فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مشاهداتنا الكريمات، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة القرآن الكريم في الجزائر وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم وحصتكم هلا سألوا. في برنامج هلا سألوا نسعد باستضافة أهل العلم والتخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي في حلقة اليوم بفضيلة الدكتور سعيد بويزري، أستاذ جامعي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. سيدي الكريم، القرآن العظيم يدعو إلى الكسب الحلال. نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في غير ما موضع، منها حديثه وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا في طلب الحلال وفي أخذ أسباب الحلال. الرزق الحلال سيدي الكريم، ماذا نقول فيه؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي بلال، الرزق الحلال نصت عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن نعلم ابتداء أن الإنسان فطر على حب المال وعلى حب الرزق. زين للناس، فلا يمكن للإنسان أن يعيش بلا مال، لا يمكن أن يعيش بلا رزق. والشريعة الإسلامية اعتبرت المال عموما بجميع أنواعه، اعتبرته كلية من الكليات الخمس التي ينبغي الحفاظ عليها، وجودا وعدما كما يقول السادة العلماء. من حيث الوجود هناك نصوص تدعو إلى ضرورة الاسترزاق، إلى كسب المال، استجابة لفطرة جبل عليها الإنسان: وتحبون المال حبا جما. المال والبنون. نعم، مادام ربي سبحانه هو اللي خلق. ربي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو ربي سبحانه يعلم أن الإنسان جبل على ذلك وفطر ذلك، فاستجابت الشريعة الإسلامية لنداء الفطرة من خلال جواز التكسب، جواز الملكية أو التملك، جواز الكسب. هذه مسألة. وهناك نصوص أخرى تحافظ على هذا المال من حيث العدم. فحينما نجد القرآن الكريم يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حفاظا على المال. والحد السرقة مقرر في شريعة الله عز وجل لما؟ للمحافظة على المال. ولكن ربنا سبحانه عز وجل حينما غرس فينا حب المال وحب الرزق وضع لنا حدودا لذلك. فهناك مصادر مباحة للرزق الحلال، وهناك مصادر ممنوعة. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فمن مصادر الرزق الحلال العمل، أبدأ به. رب سبحانه يقول: وقل يعملوا. وطبعا هذه الآية ما هوش مقصودة فقط الآخرة، الصلاة والزكاة والصيام وكذا، لا، الآية تستوعب الجميع، لأن القرآن يشرح بعضه بعضا. حينما قال رب سبحانه: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ربنا يقول في القرآن الكريم: وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل، سواء كان هذا العمل ذهنيا عقليا أو كان هذا العمل بدنيا جسديا ماديا. فيه مثل نقوله بالقبالة يا خويا بلال، حلو بزاف. يقول لك: وين يبغى نسكسو سوذي وسنين مدنا سيدي إلى قد يشرو سيدي. وين يبغى نسكسو سوذي، هذا هو القمة، طعام مع الزبدة وكذا، وزايد وسنين مدنا سيدي، معناه يحقق مركزه الاجتماعي المحترم، والعمل يشرف صاحبه، أليس كذلك؟ صحيح.
مهما كان هذا العمل. بالمناسبة افتح قوس، الشريعة الإسلامية تقول ليش لا تميز بين الأعمال، يقول لك هذا يخدم ستيلو هذا يخدم يعني يكفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي الكريم يعني أشار على ذلك الرجل الذي أتاه يسأله. نعم. قال لئن يحتطب، لئن يحمل أحدكم حزمته أو شيء من هذا القبيل نعم. ويحتطب ويبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فاليد المعطية يعني خير عند الله من اليد المنطية. يعني اليد التي تعطي خير عند الله من اليد التي تأخذ، اليد التي تأخذ. هكذا. إذن رب سبحانه عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام وصونا على العمل. وفي حد يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقى هذاك الإنسان وصافحه وسلم عليه وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد لا تمسها النار إلى آخره. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني ما كاينش هناك نص يدعو إلى العمل ويعطي قيمة للعمل كما الشريعة الإسلامية. كي يقول الشريعة يعني في القرآن وفي السنة، وخاصة يعني طلب الحلال وإتيان أسباب الحلال، لأن في الحلال بركة. نعم. وهنا سيدي الكريم يعني نستذكر ذلك الرجل الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل أشعث أغبر في الصحراء وقد تقطعت به السبل، وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب قد غذي من حرام وملبسه من حرام. يعني كأن الشريعة يعني تذم أيضا أن وعقوبة ربما لمن يكتسب الحرام أن دعاءه عياذا بالله لا يستجاب. لذلك شكرا بارك الله فيك أخي بلال، من شروط استجابة الدعاء الكسب الحلال. إن الله طيب. أمر المؤمن بما أمر به النبيين والمرسلين إلى آخره. نجد المصدر الثاني المباح هو الميراث. ممكن الإنسان يموت ويخلي تاركا تاعو لأولاده، فبالتالي أولاده يمتلكون. لا إن تترك أبنائك أغنياء. نعم. حديث سعد بن أبي وقاص حينما كان في لحظات يعني هو كان مريضا، فكان يود وكان يرغب أن يتصدق بكل ماله في سبيل الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه. قال فشطره، يعني شطر نصف ما أملك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، وفي رواية إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم عالة يتكففون الناس. وطبعا هذا الأمر مرفوض في شرع الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام وجه سعد بن أبي وقاص وجه الأمة قاطبة إلى أن يترك المورث الإنسان مالا أو بعض ماله لورثته. لذلك لحكمة أراد الله عز وجل ورد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقيد مطلق القرآن في قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية غير مقيدة في القرآن الكريم، ولكن تأتي السنة النبوية التي تقيد مطلق القرآن الكريم في مثل هذا الحديث. الثلث والثلث كثير. واحد إلا عنده 60 هكتار مثلا عنده حق يترك وصية، يعني التستمو ماشي هيبة يتركها، ولكن في حدود الثلث 20 هكتار. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر صريح واش يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. وتأتي أحاديث أخرى تبين هذه المسائل. العمل مصدر حلال للرزق، الميراث كذلك، الهبة دوناسيون كذلك، الوصية تستمو كذلك. هذه كلها مصادر حلال، ولكن هناك مصادر أخرى حرام. الاحتكار مثلا، مجموعة من الناس من التجار يديروا عملية الاحتكار، يعني مادة من المواد الأساسية في المواد الأساسية بعد ما يتحقق عنصر الندرة تولي نادرة يخرجوها للسوق ويتحكموا في الأسعار، فهذا لا يجوز. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هذا مصدر حرام للرزق ليس حلالا. حديث نتاع الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي، واللي ماشي بيناتهم الرائش اللي اسمي روحه دلال الخير وسيط. هذا أيضا رشوة حرام، والبيع المحرمات حرام، وهكذا وهكذا. هذه والسرقة، أكل الربا وغير أكل الربا أيضا مصدر خطير من مصادر الرزق، فهو حرام. وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني نصوص شرعية تبين بوضوح. سيدي الكريم، يعني حتى يعني لو المتأمل والناظر في رزق الله يجد أن الرزق الحلال واسع. نعم. يعني واسع جدا، وربما مساحة الحرام لا تقدر ب0.0. ومع ذلك بعض الناس ربما سيدي الكريم يعني يتذرعون أحيانا في بعض الأمور، يقول لك أنا لم أجد.
يعني مثلا عياذا بالله تجده يقوم يعني مثلا يبيع ربما أمور تؤذي الناس في صحتهم وفي الصحة العمومية، ومع صح. ذلك تجده يقول لك أنا لم أجد بابا غير هذا الباب. هل للإنسان أن يتدرع بهذا الأمر؟ أبدا. صدقت يا أخي بلال، بارك الله فيك. دائرة الحرام صغيرة جدا وضيقة بالمقارنة إلى دائرة الحلال. الذي يبرم النية، يعقد النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا رقم 1. رقم 2، يتخذ الأسباب، يبحث عن العمل ويبحث في أرض الله عز وجل. الأنصار المهاجرون علمونا حينما وصلوا للمدينة المنورة، كي منهم اللي يقول دلوني على السوق، دلنا على السوق، يبيع ويشري، وربي سبحانه عز وجل هو اللي يفتح عليه. كما يقول بالجزائرية الباب مفتوح والرزق على الله. رقم 3، لا يصح أن يحتقر الأعمال. ماهوش يعني يفضل يقول لك لا هذه الخدمة ما نخدمهاش، ممكن تعرض عليه عشرات العروض من الأعمال فيرفضها. ما يحقرش الأعمال، كل الأعمال اللي يقدر يقوم بها ويقوم بها، وربي سبحانه يرزقه. وربي قال في القرآن الكريم في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما دام هناك رازق فالإنسان يطمئن، لأن الله تبارك وتعالى يعني كريم عظيم. ذكرت رازق، تفكرت واقعة. تفضل. يحكيوا عن امرأة صالحة مؤمنة مثلها زوجها، وجاء الذين يعزون. وطبعا اللي يعزي كاين اللي يذكر بربي، وكاين اللي يقول له كلام ربما يخليه ما يصبرش يعني. فواحدة منهم يعني جاءوا الناس كل واحد يذكرها بربي سبحانه، إن إليه وإليه راجعون إلى آخره. ولكن جاء واحد المرة قالت له خلاص يعني الرزاق اللي يجيب لك الأرزاق مات، كيف ستصنعين؟ يعني كيف ماذا تصنعين الآن بعد وفاة زوجك يعني اللي راه يجيب لك الأرزاق؟ ثم مسحت الدمعة نتاعها وقالت أنا زوجته عرفته أكالا، يعني كثير الأكل، فإن مات الأكال فإن الرزاق باق. سبحان الله. نعم. وهو الذي يرزق الطير سيدي الكريم. نعم. ويرزق الدواب وكأي من دابة. نعم. وأشكال الحياة الموجودة كلها يرزقها الله تبارك وتعالى. حتى الدابة اللي ما تقدرش تحمل رزقها. صحيح. وكأي، شوف التعبير القرآني البديع، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والله يا سيدي يعني نختم ربما بقصة. أنا مرة يعني شاهدت شريطا، الظاهر الغراب حينما يعني يخرج من البيض، أولاد الغراب حينما يخرجوا يعني يكون ريشهم أبيض، فالأم تنكرهم فتذهب عنهم بعيدا، لكن تنبعث منهم رائحة، تلك الرائحة تجلب إليهم الهوام والحشرات فيرزقون وهم يعني ضعاف لا يقوون على ذلك. المهم يعني هذا ما يعني ذكرنا به يعني سادتي المشاهدين مع فضيلة الشيخ سعيد بويزري، وفعلا يعني أمتعنا بما ذكرنا به. مشاهدينا الكرام، إن كان عندكم سؤال أو استفسار ما عليكم إلا أن تتصلوا بنا على الأرقام المبينة أسفله في الشاشة. ومعنا أول اتصال. الكيعها رجل خدمة ولو قطعة في هذه الأرض ولو عام، تقول هي، من أجل أن هل لها أن يطالبوا الجدة بنصيب والديهم يعني حسب ما فهمت. الأخت محمد من سكيكدا نقول لك جدتك ظالمة فيما فعلت. ظالمة. الإسلامية تقول لك لازم المواريث توزع على الورثة. وظلمت من جهة ثانية، الوجهة الثانية للظلم نتاعها أحفادها أنها منعت، يعني خو الأخت السائلة كي يطلب باش يخدم قطعة أرض ولو كان لمدة سنة، هي تمنعه، تقول نكريها لكم. هكذا قالت في السؤال. نعم. بأي حق؟ حنتكلموا اليوم عن الرزق الحلال. يا أخي بلال، ربي قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك باش نصحح الوضع احنا سألناها واش خلى من الورثة؟ خلى الزوجة نتاعو اللي هي هذا الجدة، وخلى 9 ذكور، يعني مجموع أولاده 9 ذكور 9 أبناء. والظاهر أن والدهم توفي بعد الجد يعني. لا بعد، هي قد كانوا أحياء جميعا، وهذا يثبت أخذا بقواعد الاستصحاب. وخلى 8 بنات. إذا نرجعوا للوقت اللي مات فيه الجد. إذا مات مثلا في 1990 مثلا، نقول واش خلى في هذاك الوقت؟ التركة الأرض ولا واش خلى وحدها؟ ولكن الورثة خلى زوجته وخلى 9 أبناء وخلى 8 بنات.
نقسموا التركة على حسب الفريضة نتاع ربي سبحانه. متزوج مرتين. متزوج مرتين، فبالتالي الزوجات إذا كان هذه الجدة برك اللي بقات في الذمت والله يبارك في الأسماء تاعو، إذا كان بقاو في زوج يقسموا هذوك الثمن. المهم الثمن يعطى للزوجة أو للزوجتين عند التعدد بالتساوي بالاشتراك. الباقي يوزع على 9 أبناء و8 بنات طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وبعد تقول هي مات أبي والدي ومات عمي، احنا نقول النصيب نتاع باباك اللي مات يروح لولاده، يروح للورثة نتاعو، والنصيب نتاع عمك يروح للورثة نتاعو. بهذا الشكل نخرجوا من الخلاف. وهذه الجدة هي الأخت نحن لم يعني تقديرا لها ومن باب المكانة الاجتماعية التي تحظى بها الجدة لا يريدون التوجه إلى المحاكم وشيء. شيء ممتاز، بارك الله فيك يا أم محمد. ما تروحوش المحاكم إن شاء الله، ما يزعفوش عين القضاة والمحامين، ولكن نقولوا هذا الأرحام هي حقيقة شيء مش طيب يروحوا المحكمة. المسألة بسيطة جدا، ولازم من باب التقدير أنه ما دام تقدروها وتحبوها وتعزوها قولوا لها باش تبتعد من الحرام، لأنه الاستيلاء على المواريث حرام باتفاق العلماء سلفا وخلفا، لا يجوز الاستيلاء عليها بوجه من الوجوه. لذلك روحوا لها قولوا يا جدة أروحوا نصحوا، شوفوا إمام، شوفوا موثق، أي واحد خبير يعرف هذه المسائل، يعني يعطي لكم الفريضة الشرعية، وقسموا التركة والسلام. أما أن تروح المحاكم لا ننصحكم بالذهاب إلى المحاكم، نقول لكم افريوا هذه القضية كما يقولوا بالخير، والمسألة بسيطة، ديروا الفريضة وطبقوها، كل واحد يأكل حقه. سيدي الكريم، السيدة حياة مسطيف تقول أنها متزوجة ولها مشكلة مع الوالدة على أساس أن الأخت الكبرى تسعى بالنميمة بينها وبين أمها. نعم، للأسف الشديد، يعني الإسلام يوصينا بصلة الأرحام، ولكن للأسف وكذلك يحرم النميمة لأنها تؤدي إلى إحداث هذه القطيعة. النميمة تقطع العلاقات وتدمر العلاقات بين الناس، لذلك النميمة سلوك محرم في شرع الله عز وجل في القرآن وفي السنة. لذلك نقول لهذه أختك الكبيرة ربي يهديها، هذا واش نقدر نقولوا، ربي يهديها، ولكن أنتم تنصحوها، عندكم واجب النصح، عندكم واجبات تجاه الأخت هذه الكبيرة، وعندكم واجبات هي طلحتها بشكل حقوقات ما حقوقنا. أنا فاهم بلي تقصد ما هي واجباتنا تجاه الوالدة. تجاه الأخت تنصحوها. عندي حديث يقول في النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، معنى ما تخليوش أختكم هذه تروح في المحنة وتروح في الدمار وتروح في الذنوب والآثام. نصحوها، قول يا أختي ربي يهديك، ما تديريش هذه الخدمة اللي تخلي العلاقة بيننا وبين الوالدة نتاعنا مش مليحة، لأنه هذا السلوك يؤدي إلى قطع الأرحام. ربي سبحانه أوصانا بصلة الأرحام، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوصانا بصلة الأرحام لا بقطعها. طيب، لا يدخل الجنة قاطع كما ورد في الحديث الصحيح، المراد بذلك قاطع رحم. أما واجباتكم تجاه الوالدة طبعا مطلوب عليكم، ربي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لازم تحسنوا الوالدة نتاعكم بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، بالزيارة، ديروا كاع واش واجب. حتى كي تقول لكم كلام مش مليح تردكم، أنتم كما قال ربي في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن، وقال في آية أخرى وقولوا للناس حسنا، هذا للناس وما أدراك للوالدة. وإن شاء الله هذا الذي يرقق قلبها، وديروا لها الإحسان، والإحسان إن شاء الله تعالى يرقق قلبها. أحسن إلى الناس تستعبد، والدعاء أكيد يعني له مفعوله له. نعم. صحيح. سيدي الكريم، السيدة نجاة من ميلا تقول ما حكم حفظ القرآن ابتداء من قصار الصور؟ الله يبارك، إن شاء الله ربي يوفقك باش تحفظ القرآن الكريم. ابدأي من البداية. يعني هناك 3 أصناف من الناس. كاين صنف يختار بعض الآيات، مثلا درك ممكن نسأل السادة المشاهدين، نقول مثلا أشكون يحفظ آية الكرسي، تلقى معظم الناس يحفظوها. آية الكرسي راهي في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. وكذلك كاين اللي يحفظ آية الدعاء، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره، أواخر سورة البقرة، أواخر سورة العمران إلى آخره، أوائل سورة العمران. كاين نموذج أو كاين جماعة من الناس هكذا
انتقاء مواضع معينة مواضع معينة وبعض الآيات. هذه صحيحة شرعا ليس فيها حرج. وهناك طريقة أخرى يقول كان نبدأ بقصر الصور كما الأخت نجاة المسيدة. أستاذي الكريم فقط يعني نعم. إشارة مثلا يقال أدبا مع القرآن لا يقال صغار الصور، يقال قصار الصور، لأن يعني القرآن عظيم كله عظيم. نعم. الآية الواحدة هو كلام الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل القرآن عظيم، كل القرآن عظيم، فهو قرآن عظيم صحيح، ولكن هذا في الاصطلاح فقط، ولكن نقولوا قصار وما نقولوش صغار. بارك الله فيك على هذا التنبيه، مهم جدا. قصار الصور ما نقول مثلا سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص قصيرة بالمقارنة إلى الطوال، سورة النساء أو العمران أو البقرة إلى آخره. ولكن أن تحفظي بقصار الصور خير الصور القصيرة اللي سهلة تيسيرا وتسهيلا للحفظ، فهذا أمر محبوب وجائز ليس في ذلك حرج. وكان طريقة أو هناك جماعة من الناس يحفظون من البداية في الترتيب، يعني سورة الفاتحة يعني البقرة العمران شوية شوية. ربي يوفقه، كثير من الناس وفقهم الله عز وجل. المهم العزيمة، وكل من سار على الدرب وصل، نسأل الله القبول. سيدي الكريم، تقول أن أخوها قد يعني طلق زوجته وقال لأخواته وأمه أن زيارتهم لهذه المرأة هي حرام لأنها صارت حرام عليها. أبدا أبدا، ماشي الإنسان اللي يحرم يا جماعة الخير. سمحوا لي يعني عجبا إذا كان واحد، وهذا سلوك مرفوض حتى من ناحية الأخلاقية. يعني مثلا إذا كان واحد متوافق مع شخص يقول له معليش نروحوا كامل نزوروه، كي يكون عنده مشكلة يقول قاطعوه. لماذا؟ هذه حتى إذا كان راهي مطلقة في يوم من الأيام كانت عروستكم، ولا تنسوا الفضل. سبحان الله العظيم. وربي قال في سورة البقرة في الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم. رجع إليها مادام راك تقرأ القرآن الكريم، روحي سورة البقرة تلقايها في الصفحة اليسرى في الأخير، ما قبل الأخيرة كذا شوية، حول 4 آيات الأخيرة. الآية 237 ربي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وين جت هذه الآيات؟ بعد ما تحدث ربي سبحانه عن الطلاق. الطلاق مرة فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان أو تسريح بإحسان. هناك معنى لطيف في هذه الآية، ماشي بالقرة ماشي بالحرب، يعني بالقول والفعل الحسن. نعم. وبعدين ربي في الآية هذه اللي قلتها الآن ربي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه كانت في يوم من الأيام عروستكم، روحوا تزوروها وما فيها لا حرمة ولا شيء، خاصة إذا كان عندها أولاد ثم يكون الأمر يعني أكثر، يعني مطلوبا أكثر. أعتقد هو ينصح بهذا، نقول يا فلان اتق الله فيما تقول. السيدة أم هاني من البواقي تقول هل يجب علينا التلفظ بالنية قبل يعني بعد الإقامة الصلاة؟ لا، صلاة الظهر الله نعم. أكبر. أي صلاة النية محلها القلب. أولا النية هي ركن من أركان الصلاة، هي ركن الأول من فرائض الصلاة، من فرائض الصلاة، من أركان الصلاة أو من فرائض الصلاة. فتح أي كتاب في الفقه الإسلامي أركان الصلاة أو فرائض الصلاة تلقى النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية محلها القلب. مع انتهى كي تروحي تنوي تصلي مثلا صلاة الظهر، راكي توضيتي وقفتي بين يدي الله عز وجل بعد الإقامة. طبعا حسن المرأة تقرأ الإقامة تقول الله أكبر، النية راهي في القلب، الله أكبر، ودير تكبيرة الإحرام وتصلي. يعني صحيح نسمع بعض أحيانا حتى في المساجد يقول العصر الله أكبر يعني. نعم، ولكن يا أخي بلال الذي ذكرته هو الأصل. نعم. ولكن إذا كان واحد يعني عنده شوية شك هكذا وسواس، ولا ممكن يقطع ذاك الوسواس بالتلفظ. بالتلفظ يقول نويت صلاة الظهر، هذا أمر جائز جائز، ولكن هناك محذور. ما يلزمش الإنسان يتخذه سبيلا باستمرار، يولي يدخل الشيطان من هذا الباب. كما قال لي واحد، قال لك وليت لازم كيفاش نقول نويت صلاة الظهر مثلا خلف الشيخ بلال في مسجد كذا، يعني الوسواس يمكن يدمره. يعني الإنسان لما يتبع مثل هذه الوساوس ربما يؤدي به ذلك إلى إفساد كثير من الأمور. ماشي مليح. بالعكس أنت حاولي دائما ما تذكريهاش، ولكن إذا كان أحيانا لقيتي حاجة للتلفظ بالنية فالأمر جائز بدون حرج. أستاذي الكريم، تقول نذرت أن تذبح وتتصدق على الفقراء، بعد ذلك أتت بقيمة النذر وقسمته على الفقراء، هل هذا يجزئها عن النذر أم لا؟ نعم، في الفقه ساعة. في الفقه ساعة. الأصل أن يفي الإنسان بما نذر. إذا كان نذر يذبح خروف
يفعل كذلك. نذر باش يجيب اللباس الثياب الفقراء والمساكين واليتامى يفعل كذلك. ولكن إذا تعذر ذلك أو إذا رجح يقول بلي المصلحة تكمن في التقييم أكثر فليس في ذلك حرج، ففي الأمر سعة. لم يبقى إلا دقائق قليلة. أقول فيما يخص الزكاة إخراجها مجزأة، هل هذا جائز؟ يعني أن على مدى شهور يعني وهي تخرجها في الحقيقة الأصل أن الزكاة الإنسان يعجل بإخراجها، خاطر حكي نقولوا من شروط الزكاة. شرط الزكاة الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حول الحول. إذا كان واحد مثلا عنده 50 مليون، طبعا مبلغ 50 مليون معناه أكثر من نصاب الزكاة، ملكو في شهر مثلا شعبان من العام اللي فات. كي يجي شعبان هذا القادم إن شاء الله هو قدر، نقولوا له هاو الشرط الثاني تحقق، دار عليه العام، في شعبان هذاك هو الشهر نتاعك اللي تزكي فيه. الأصل هو التعجيل بإخراج مبالغ الزكاة باش توصل الفقراء والمساكين اللي ذكرهم ربي سبحانه في سورة التوبة في الآية 60، 8 أصناف. طيب، ولكن هنا إذا كان واحد ما عندوش الليكيد، ما عندوش درهم في يده، يجتهد في تحصيل ذلك المال وإخراج ذلك المال للفقراء والمساكين، يعني للمستحقين للزكاة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الرأي الوسط الذي نراه صوابا. شكرا. تقول كيف أكفر إن كان يعني وقعت في هذا الخطأ؟ التوبة تجب ما قبلها. سيدة أم محمد عبد العزيز، هكذا أم محمد العزيز، تسأل تقول: شيوخنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تساعدوني في مشكلتي. وتقول خاصة هذه المشاكل كثرت عليها، يعني باختصار كثرت عليها المشاكل، تصلي تزكي إلى غير ذلك، ولكن تطلب يعني مزيدا من النصح في ذلك، خاصة وأنها وقعت في مشكلة مع أخيها الذي أخذ منها مبلغا كبيرا من المال من الشركة التي تعمل فيها. تقول هي تتقاضى 2 مليون سنتيم وهو أخذ مبلغ كبير من المال، ووعدها أن يعيدها أو يعيد لها المبلغ بعد شهر، لكن بعد شهر لم يعيد المبلغ وأغلق هاتفه، وبقيت تتصل به إلى أن أجابها وقال لها: هذا المال ليس مالك، وإنما هو مال ساقه الله إلي، ولا يعني وكأنه أنكر. فهي الآن تعيش في مشكلة وفي أزمة، يعني تقول يعني أرشدوني إلى طريقة تخرجني مما أنا فيه. يا أختي الكريمة، أولا بارك الله فيك على هذا السؤال. الجواب: أنت الآن ذمتك مشغولة بهذا المال، أنت مسؤولة من الناحية الشرعية. المال اللي رفدتيه من الشركة ومديتيه لخوك هو ما حبوش يرجعه. أولا هذا السلوك في حد ذاته ابتداء خطأ، لازم الاستئذان، لازم الاستئذان. ولكن هو الآن نكرك ولا حب ما يمدلكش هذا المبلغ، أنت ملزمة شرعا الآن باش هذاك المبلغ ترديه. هذا رقم واحد. أما هو باش يقول لك هذا رزق ساقاه الله إلي، تحدثنا اليوم عن موضوع الرزق الحلال، نقول هذا حرام. رب يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بأي حق استحللت هذا المال؟ فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. أما أنت مسؤولة، لازم تردي هذا المال إلى الشركة. شكرا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير على ما تفضلت به طيلة هذه الحصة معنا. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى ومع موضوع الرزق الحلال، نكمل الحديث فيه، لأن اليوم أخذنا فقط جزء بسيط من الموضوع، نكمله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع تحيات المخرج نسيم قايدي والفرقة التقنية. إلى أن نلقاكم غدا، إلى ذلكم الحين دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.